السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم أشواق اليوم. أخبار المغرب. إطلاق نداء رسمي لطرد البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي. أطلق حوالي 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين اليوم الجمعة بطنجة نداء رسمي لطرد الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد الإفريقي. ودعا نداء طنجة الذي وزع عقب مائدة مستديرة بعنوان الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء المغربية المنظمة من طرف معهد أميديوس ضمن المنتدى الدولي ميدايز إلى ضرورة تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والمنحى السياسي المعكوس المتمثل في قبول غير القانوني وغير المشروع للجمهورية الوهمية، ثم بعد ذلك الإبقاء غير المبرر للجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المنطقة القارية والتأثير العملي السلبي لذلك. واعتبر المسؤولون الأفارقة السابقون الموقعون والداعمون للنداء أن انضمام الكيان الوهمي إلى الاتحاد الإفريقي هو انتهاك للمادة 3B والمادة 4B من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، لافتين إلى أن الجمهورية الوهمية كيان مصطنع تم فرضه على منظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي سابقا ضد كل الشرعية والمشروعية. وحسب نداء طنجة لا يخضع هذا الكيان المصطنع بأي من المقومات المكونة للدولة، ويتعلق الأمر بالمجال الترابي والسكان والحكومة الفعلية، مضيفا أن الكيان المصطنع لا يتمتع أيضا بأي سيادة ولا استقلال ولا مسؤولية قانونية دولية. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الكيان الوهمي ليست له أي قيمة مضافة بالنسبة للقارة، كما أنه يقوض فعالية الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الكيان الوهمي يهدد الوحدة الإفريقية والتكامل السياسي والاقتصادي للقارة، كما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. فضلا عن ذلك ناشد الموقعون على النداء معهد أميدوس ومراكز تفكيره الإفريقية الشريكة بإصدار كتاب أبيض يجمع تحليلاتهم وتوصياتهم المبرهنة التي تم تقديمها خلال هذه المائدة المستديرة وباقي الندوات والاجتماعات المنعقدة سابقا بعدة بلدان في القارة. كما يتضمن النداء إحداث مجموعة اتصال سيعهد إليها رفع نداء طنجة الحالي المدعوم بالكتاب الأبيض المشار إليه إلى رؤساء الدول الإفريقية وأرباب القرار بالاتحاد الإفريقي. لذلك قررت مجموعة الاتصال المحدثة مواصلة التعبئة من أجل تحقيق هذه الغاية الضرورية لمصداقية الاتحاد الإفريقي وبالتالي مستقبل القارة. إلى عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا وتدير جيم وتابونا في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك آخر الأخبار.